الموسيقى كلغة بتوصل كلام ومشاعر أي حد يفهمها برغم اختلاف الجنسيات، وهنسمع مع بعض نقاش ما بين راجل ومراته والخناق ما بينهم والعصبية، وفي الآخر لما تصالحوا وبقى في تجانس جميل ما بينهم، كل ده بالموسيقى. خلينا متفقين ان الموسيقى ممكن تطلع المشاعر القديمة اللي الواحد بيخاف يواجهها، ومن الجميل جدا ان وجود آلات معينة في السيمفونية يخليك تتأثر. وخلينا ما ننساش ان من اعظم الموسيقيين اللي ألفوا مقطوعة كاملة بعد لما فقد حاسة السمع بيتهوفن، وهنا حابب اشرح هو ازاي وصل للمرحلة دي. خلونا نبدأ. هنا هنربط ما بين النوتة والآلة والموسيقى اللي بنسمعها. ببساطة كده الموسيقار بيبص على النوتة، بيترجم أماكن موضع الموسيقى فين في الآلة فبتطلع الصوت. بيتهوفن لما فقد حاسة السمع في فضول بقى مفقود إنه يسمع الصوت الأخير اللي بتطلعه الآلة، لكن عشان هو كان متمرس وبقاله فترة بيعزف بقى عارف موضع كل نغمة على النوتة هتطلع صوت شكله عامل إزاي. فلما يكون عايز يطلع النغمة دي يبقى هيكتب النوتة كده. من هنا بقى بيترجم الموسيقى جواه على النوتة. أنا ليه بشرح التفصيلة دي؟ عشان هنا بيبان قوة الاستمرارية والعزيمة اللي كانت جوه بيتهوفن. ندخل بقى على السيمفونية الجميلة لياني وعظمة النوتة اللي كتبها وسماها بلاي تايم. جسد نقاش ما بين اتنين بالموسيقى، ومين فيهم يتنازل الأول بالموسيقى لحد ما هيعتذروا لبعض، وده هيبان جدا بالموسيقى. يلا بينا.